ثلاثة نقاط نستخلصوهم من مقابلة الهلال السعودي والأخدود السعودي. كان أول مرة تتفرج في الفيديو هذا نتشرف بدخولكم للقناة، لايك وسبسكرايب وتابعونا القناة اللي نقدموا فيها إن شاء الله في محتوى متنوع. الهلال السعودي ينتصر على الأخدود السعودي في دوري روشن بثلاثية مقابل هدف وحيد، ثنائية ليوناردو وهدف الممتاز لتيو هرنانديز. اليوم شفنا الهلال متأخر في النتيجة، لكن بقوة الشخصية استطاع أنه يعود ويسجل 3 أهداف كاملة ويحسم المقابلة هذه لصالحه. حاليا الهلال السعودي يمتلك 8 نقاط بعد 2 انتصارات و2 تعادلات في الدوري حاليا. بكل صراحة منذ بداية المقابلة متاع اليوم الهلال ما كانش عنده حتى خيار غير الانتصار، خاصة وانه الفريق يعتبر بداية الدوري متعثر. يعني مش معقول انه فريق يمتلك الحجم الكبير من اللاعبين ذوما والكواليتي العالية من اللاعبين يتعثر في 2 مقابلات. صحيح هما 2 مقابلات صعبة، لكن لهنا نحكيو على فريق في حجم الهلال اللي مطالب باش يفوز بكل المقابلات. التعادل امام القادسية في المقابلة الاولى، والتعادل امام الاهلي في مقابلة صعبة في المقابلة فاطة. حاليا كما حكينا الهلال السعودي يمتلك 8 نقاط يحقق الفوز، وهذا هو الأهم. ندخل توا نحكيو على 3 نقاط اللي شفناهم من المدرب سيموني إنزاغي اللي أبدع بكل صراحة اليوم، خاصة أنه يحب يطبق الأفكار اللي كان يطبق فيهم مع نادي انتر ميلانو. بطبيعة الحال كي يكون عندك ملاعب بجودة جواو نيفيز في وسط الميدان، نفس الشيء اللي كنت تعمل فيه مع كونانوغلو باش يكون مع جواو نيفيز. اليوم لو لاحظتوا في اغلب اوقات المقابله شفنا جواو نيفيز كملاعبي ريجيستا يتمركز بين قلوب الدفاع، بالتالي يعطي الحريه اكثر لكوليبالي انه يتقدم. نفس الشيء بالنسبه للمدافع الثاني اللي هو تومباكتي. العمليه هذه مع تواجد خط، خاصه الخط الاول لنادي الاخدود السعودي على خط وسط الميدان، لانه لعب البلوك نتاعو بلوك متاخر، خلى ناصر الدوسري يكون ديما اكثر ياخذ حريه اكثر انه يتقدم اكثر للامام، لانه قلوب الدفاع متاع نادي الهلال السعودي كانوا بكل صراحه التمركز متاعهم بدايه من وسط الميدان متاع الزوز فريقين. النقطة ذي خلت نادي الهلال بالتحكم بالجودة اللي موجودة في اللاعب جواو نيفيز، خلت نادي الهلال التحكم في الكرة متاعه عالي. واهم شيء والنقطة الثانية اللي باش نجيوها تو، انه في حال فقدان الكرة، لهنا في حال فقدان الكرة هناك تعليمات من سيموني إنزاغي انه عندك عدد معين من الثواني لاستخلاص الكرة. يعني شفنا اليوم نادي الهلال بالفعل يطبق في الضغط العكسي. الفكرة في تطبيق الضغط العكسي ما كانتش انه نمشي مباشرة للاعب وكل ملاعب يضغط على الملاعب اللي هو معنا في المنطقة متاعه، او الملاعب اللي هو قريب ليه باش يسكر زوايا التمرير، او يضغط على ملاعبي باش ما توصلوش الباس من الفريق المنافس. لكن الفكرة كانت انه في حال خسارة الكرة خاصة في المنطقة العالية يتم ضغط عالي على الكرة مكان الكرة بأكثر عدد ممكن من اللاعبين. اليوم الهلال في وسط الميدان عمل كمية متاع استخلاص كرات بكل صراحة معدل ممتاز جدا ومعدل كبير، وهذا اللي خلاه يسيطر على المقابلة، وهذا سر النجاح اليوم لنادي الهلال. بخلاف هذا نحكيو على كواليتي متاع لاعبين، وابرزهم المعشوق متاعي اللي اللاعب هذا بكل صراحة نشوفه ملاعبي مظلوم، يعني حتى في اوروبا يقدم في مستويات كبيرة. كنت نتمنى انه في وقت من الاوقات نشوفه في نادي ليفربول، واللي هو تيو هرنانديز. اليوم تيو هرنانديز الذكاء متاعه ماهوش انه استغل الكرة وعمل وسجل الهدف. بالنسبة لي الذكاء متاعه التدرج بالكرة، لانه مش اي لاعب يكون مدافع عنده الحس متاع التدرج بالكرة وقت اللي يكون خاصة فما مساحة متاحة لذلك. الملاعب اليوم اللي هو تيو هرنانديز يتدرج بالكرة، يمشي بالكرة، يربح المساحة، يوصل يعمل الفانت متاعه. بعد نحكيو على فينيش من انطراز عالمي اللي لهنا فينيش حتى متاع مهاجمين، يسجل تيو هرنانديز الهدف
الثاني ويسهل المقابلة على نادي الهلال بعد تسجيل ليوناردو طبعا الهدف الأول. ليوناردو زاد نفس الشيء يسجل الهدف الأول والهدف الثالث، اللي بكل صراحة ليوناردو في الأداء متاعه ماشي ويتحسن، وهذا اللي هو المهم بالنسبة لنادي الهلال. لكن أهم شيء اللي بكل صراحة عجبني في المقابلة متاع اليوم اللي هو وسط ميدان نادي الهلال، وخاصة الدفاع في تطبيق الضغط العكسي. شفنا خالد كوليبالي كل ما يتقدم في ركنية أو كرات ثابتة إلا وتجي مرتدة لنادي الأخدود، يكون خالد كوليبالي أول ملاعب يعمل خطوة للخلف، ويكون هو أول ملاعب يطبق نظرية الضغط العكسي، وهذا اللي خلى الهلال السعودي يتفوق في المقابلة 3-1. لهنا نتوقع أنه زاد المدرب سيموني إنزاغي مع الوقت باش يصنع فريق بكل صراحة مرعب في آسيا، وحتى في البطولات اللي ينجم يشارك فيهم كان فاز الهلال بكأس آسيا، ينجم ينافس فرق كبار كما شفناه فاز في كأس العالم للأندية على حساب مانشستر سيتي. غدوة باش تكون مقابلة قمة زادة في الدوري السعودي، نتمناه انه تتعدى في ظروف باهية، وخاصة نشوفوا يعني ريتم ممتاز. وكان نكون وصلنا لاخر فيديو، ما نطولوش عليكم اكثر. صديقي كان شفت الفيديو ذا لأول مرة لايك، تعاوننا كثير، سبسكرايب وتشغل جرس التنبيهات. استنونا ان شاء الله في حلقة جديدة من دوري روشن السعودي.